النهارده احنا في كلية إعلام جامعة القاهرة علشان نشوف موضوع الإدمان الرقمي. هنتكلم مع طلبة ومش بس كده، نشوف ايه مدى الإدمان الرقمي بتاعهم وصل لغاية فين. وده جزء من مشروع تخرجنا ماجستير الإعلام الرقمي كلية الإعلام جامعة القاهرة 2025-2026. لو عايزين تعرفوا أكتر تابعوا QR كود اللي هيظهر قدامكم دلوقتي. طيب احنا ماجستير إعلام رقمي بنعمل مشروع تخرج اسمه أوفلاين مي عن إدمان الموبايل أو الإدمان الرقمي بشكل عام. تحب تشارك معنا؟ تمام ماشي. تستخدم الموبايل بتاعك كام ساعة في اليوم؟ يعني في حدود 5-6 كده. 5 ساعات في اليوم. بستخدم الموبايل مثلا 8 ساعات في اليوم. لا كتير الصراحة، تقريبا يعني 10. لا كتير بصراحة، يعني ممكن 6 ساعات في اليوم. فممكن نقول مثلا 8 أو 10 ساعات، من 8 ل 10 ساعات. طول اليوم. انا يعني كام ساعة؟ تقريبا حوالي 12-13 ساعة في اليوم. كتير قوي. كتير جدا. 8، يعني من 7 ل8 برضه. يعني ممكن لو انا بنام مثلا 8-9 ساعات بستخدمه طول اليوم. ممكن رينج 4 ل5 ساعات. لا ما بحسبهاش، ده كتير جدا تقريبا. ده كتير. ده اول ما بصحى من النوم اول حاجه بعملها اول ما بصحى من النوم بفتح عيني امسك الموبايل مثلا اشوف الساعه كام، ادخل اشوف حد بعت لي حاجه، حد كلمني. ممكن من 5 ل7 ساعات 8 ساعات. تقريبا معانا مدمنة موبايل مندمجة جدا، تعال نشوفها. مساء الخير. انت جيت في اللحظه المناسبه جدا. ما احنا شايفينك من يعني درجة الإدمان عندك قد ايه؟ يا ترى بتستخدمي الموبايل في اليوم كام ساعة؟ ممكن يعدي 6 ساعات. ممكن في اللعب لحد ساعتين، في الجد ممكن 4 ساعات 5 ساعات. طب انت حاسة نفسك مدمنة موبايل بالعشر ساعات دول ولا لا؟ تقدري تتحكمي فيه؟ هو انا اقدر اتحكم عشان انا في الثانويه وكده كنت بقفله عادي، بس هو لو بعيد عني ما بتضايق. انت فعلا مدمن موبايل. بالظبط. طب انت كده للأسف كمان مدمن موبايل. للاسف. انت جدا كده مدمن. جدا. انا مدمن قوي. هي مش مدمن قوي، بس ممكن تبقى في بداية الإدمان. مش حاسس ان هي ادمان قوي يعني. دي وده ايه علاجه؟ لا ما تقلقش، هو ليه علاج، من ناحيه علاج اطمن، بس المهم ان انت تبقى مقتنع ان انت مدمن موبايل. لا ما هو بكلامك كده والكلام اللي انا قلته دلوقتي انا حسيت فعلا ان انا مدمن موبايل. يعني احنا ممكن نقول كده ان احنا معانا مدمنه موبايل بنسبه 80 ل 90%، بس نقدر نتعالج على فكره. نقدر نقول على نفسنا مدمنين موبايلات ولا لسه شويه؟ انا شايفه لا، لان ال7 دول ممكن ابقى مثلا بعمل على ChatGPT مثلا اساينمنت او بعمل حاجه. انا بصراحه مش بقعد كتير على السوشيال ميديا، انا ممكن ابقى ماسكه التليفون بس بعمل حاجه. هل انت بتيجي تنام بالليل بتمسك الموبايل قبل ما تنام لغايه ما تروح في النوم؟ في الحقيقة ودي عادة سيئة جدا يعني. واخر حاجه بتعمليها قبل ما تنامي بتبقي ماسكه الموبايل بترولي شويه كده في التيك توك؟ طبعا. لا انا خالص، انا بقعد نص ساعة قبل ما انام من غير اي حاجة. افضل سكرول كده، ممكن الاقي اصلا اصحى الاقي نفسي ما ظبطش الالارم وفايت عليا شغلي وفايت عليا جامعتي بسبب ان انا قاعد عمال اسكرول على الموبايل ونمت مثلا من غير ما اظبط الالارم. طيب وانت بتاكل مع الاسره او مع اصحابك كل شويه بتمسك الموبايل تشوف ايه الجديد؟ للأسف أيوة برضو. يعني يعني للأسف انا اصلا ما بعرفش اكل غير وانا مشغل الموبايل قدامي عشان اقعد اتفرج على حاجه وانا باكل. هو انا الوقت الاسري بصراحه بقدسه قوي قوي، زياده عن اللزوم. فانا الوقت الاكل فببقى باكل مع اسرتي، فالوقت ده بس اللي ما بمسكش فيه الموبايل. كويس، في حاجه كده فلتنا من موضوع الادمان، بس حاجه ايجابيه على فكره. عامل لي مشاكل طبعا مع اهلي، مش بقعد معاهم خالص يعني، ما حتى وانا قاعده معاهم انا ماسكه الموبايل. طيب اول ما بتصحى الصبح بتمسك موبايلك؟ للأسف برضو عشان أشوف المسجات اللي جات لي مثلا، بس طبعا دي برضو حاجة سيئة جدا نتمنى إن احنا نغيرها يعني في نفسنا. اكيد. بصراحه اول حاجه لما بفتح عيني بصراحه اول حاجه بمسكها الموبايل. نكد. بتدور على شاحن في اي حته باي طريقه، دي ان حقيقة. شاء الله تخرم الحيطه. ويا الله لو النت بقى لقيته قطع كمان. لو بيحصل في حاجة ما بقدرش اتحكم في نفسي، ببقى متعصب ومتضايق. طبعا بنبقى زي المجانين، سواء بقى في البيت، في العربيه، في الشارع، بندور على اي شاحن. طبعا يعني، ودي من ضمن المشاكل يعني اللي بتقابلنا لما بنبقى بره، خصوصا لوقت طويل يعني. خلينا نتفق ان الادمان هو عدم قدره الشخص على ترك الشيء اللي هو مدمن عليه، فانت مجبره ان انت تمسكي الموبايل في لحظات ما ينفعش فيها تمسكي الموبايل، فهو ده اللي مخليكي، اللفظ طبعا تقيل علينا بس احنا ده الحقيقه، يعني ممكن نكون كلنا مدمنين موبايل بس دي الحقيقه، احنا بنعمل حاجه غصب عننا وفوق ارادتنا بالعافيه،
ملناش فيها قرار او سلطه. دي حقيقة أصلا أنا من غير الموبايل ما بكونش كونكتد بأي حاجة حواليا، لا بصحابي لا بآخر الأخبار ولا يعني أي أصلا ترند موجود. بحس إن أنا ما أعرفش أي حاجة. نعمل ايه بقى عشان نتحكم في ادمان الموبايل؟ ماشي، اولا كان انت محتاج ان انت تعرف مبدئيا هل ادمان الموبايل ده حاجه بتضرك ولا لا، لان في ناس ممكن تكون مدمنه الموبايل بس هو لو بطل يستخدم الموبايل مش هيعمل حاجه ثانيه في حياته. اي ادمان مضر. لو انت رحت لواحد دلوقتي مدمن موبايل بس ما عندوش حاجه في حياته، هيبطل يدمن الموبايل ليه؟ ممكن يعمل حاجات في حياته كتير. الفكره انك تلاقي الحاجه الاول بعدين تبطل ادمان الموبايل، لكن مش هبطل ادمان عشان انا عايز ابطل ادمان بس. صح، يبقى احنا دلوقتي خطوتنا ان احنا ندور على حاجه نملى بيها الفراغ اللي الموبايل مليهولنا، صح كده؟ مظبوط. تلعب رياضه؟ لا للاسف. تقرا؟ لا. هو الحل ان احنا بقى نحاول نقلل، بس دي بتبقى حل سلوكي اكتر، يعني مش ما ينفعش حد يسحب منك التليفون، هو حل سلوكي منك ان انت تقلل على قد ما تقدر. ان شاء الله يعني الواحد ناوي باذن الله ان هو يبطل العاده دي ويبدا ان هو يتحكم اكتر في الموبايل، خصوصا ان في مسؤوليات داخلين عليها، ويعني ربنا ان شاء الله يهدينا في الحوار. شكلك داخل على جواز. لا يعني ان شاء الله. دعواتك. نقول مبروك مقدما. مبروك. عشان عادي انا يعني بشوف حاجات مثلا مهمه بتاع، يعني انا مثلا اتعلمت مثلا من التليفون يعني حاجات كتير قوي يعني بستخدمها لحد دلوقتي. حلو. فهو لو هو اسمه ادمان فهو ادمان كويس يعني. حلو، احنا مش مختلفين ان استخدام التليفون ممكن يبقى كويس وممكن يبقى وحش. طيب تحبوا تعملوا معانا تيست صغير كده على الويب سايت بتاعنا تشوفوا فيه انتوا مدمنين موبايل ولا لا، وبنسبه كام في الميه؟ ماشي. كام النتيجه؟ 40%. طب كويس، 40% دي يعني نسبه يعني برتقاني لسه. انا حاسه ان انا اكتر من كده بس. طلعت النتيجه كام؟ 75%. 75%. انت كده ادمان مرتفع معاك. كويس، بيقرا الاسئله، حاجه جميله. كم؟ 35%. وري كده نسبة التست بتاعتك 35%، ده انت رائع. يعني انت كده الخطر بس مش نص ما دخلتش في الغويط. هل تشعر بالحاجه الرد الفوري على الرسائل او اشعارات بمجرد وصولها؟ نعم. 50%. 50%. بص احنا يعني في مستوى كويس، بس هنحاول نقلل شويه من التليفون. حلو قوي، النسبه بتاعتنا 30، يعني بتقدري تتحكمي كويس قوي في ان انت تستخدمي التكنولوجيا. الحمد لله. طيب انا فعلا والله بحاول دلوقتي اقلل الموضوع ده وبسيب الموبايل اكتر وقت ممكن، اقعد مع اهلي بقى وماما وكده. طب بصي في الاخر التست كده بيقول لك لمعلومات اكتر او لمزيد عن حالتك دي ممكن تخشي المكتبه بتاعتنا تقولي لنا ايه رايك في المقالات اللي موجوده. كلها حاجات مهمة قوي دلوقتي بالنسبة للي احنا بنواجهه بقى، والمشاكل بتاعة الموبايل، والناس كلها دلوقتي فعلا بتدمن الموبايل، او حتى لو مفيش نت ممكن برضه تفضل قاعدة على الموبايل تلعب اي حاجة يعني، فهي مهمة والله قوي. مفيش مانع ان احنا نفضل حياتنا متعلقة بالموبايل بس نقدر نتحكم فيه، صح كده؟ اكيد. وممكن نقرا المقالات دي بتاعتنا، هنستفيد جدا. ممكن ولو يعني تغير جزء صغير فينا ان احنا ما نتعلقش كتير بالموبايل. ايوه جدا، وكمان ممكن تساعدنا لو احنا بنعمل كده، تخلينا نعمل كده بطريقه احسن، او تخلينا نعرف احنا بنعمل ده ازاي. انا بشكركم جدا، ويعني بشكركم جدا. شكرا. احنا كمان بنشكرك. ربنا يخليك. طيب حلو، احنا كمان يعني هنا التست بيوديك على بيانات ورؤى وتصفح المكتبه، تقدر تقرا مقالات وتقدر تشوف حاجات مفيده لموضوع ادمان الموبايل تساعدك شويه في ان انت تتحكم في قدرتك على الاستغناء عن الموبايل. هنسيب الكيو ار كود بتاعنا علشان تخشوا على التست تجربوا بنفسكم وتشوفوا كمان المقالات المتعلقه بالتست وتقدر تساعدكم وتفكر وتجرب بنفسك وتشوف كمان ازاي تقدر تتعالج من موضوع الادمان ده. انا بشكرك جدا، وبجد يعني ايه مش عارف هتعالج منه ولا لا بصراحه، بس ممكن ادخل اشوف واقرا ويمكن ان شاء الله تتعالج ان شاء الله، وان شاء الله مشروع موفق. شكرا ليك. خلصنا الحمد لله.